ازيكم؟ عاملين ايه؟ التوتر والقلق هو ده اللي انا هتكلم فيه معاكم النهارده. التوتر والقلق بقوا تقريبا جزء من حياتنا اليومية، ما نقدرش نفصله عن الحياة، لانه بقى ممزوج في الحياة بطريقة كبيرة جدا جدا. مش علينا احنا لوحدنا، ده تقريبا على العالم كله علشان فترة الكورونا وفترة القلق والتوتر. ده إلى جانب الأخبار اللي بنسمعها، الحاجات اللي بنشوفها في الشارع وهكذا. قلقانين على ولادنا، قلقانين إيه اللي هيحصل بكرة، قلقانين إيه اللي هيحصل النهاردة. يعني كل واحد وليه أسبابه للتوتر، والأسباب دي هتختلف من كل شخص للتاني. اللي عايزة أتكلم فيه النهاردة هو إزاي أقلل من حدة التوتر والقلق في حياتنا. ازاي اقلل من حدة التوتر علشان الاثار السلبية اللي التوتر بيعملها فينا، من اثار على جسمنا، على صحتنا، على نفسنا، نفسيتنا، على عقلنا. يعني بيعمل اثار سلبية كتير جدا 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 على كل نواحي حياتنا. طبعا القلق ليه علاج، زي العلاج الدوائي مضادات الاكتئاب ومضادات القلق، وفي علاج نفسي طبعا بالجلسات النفسية والعلاج النفسي. لكن النهاردة هتكلم عن ايه الطرق البسيطة اللي ممكن اعملها انا كحد عادي وبتوتر من الاحداث او بتوتر من اي سبب تاني غير الاحداث موجود في حياتي. في ممكن شوية طرق بسيطة كده ممكن نعملها تخفف شوية من حدة التوتر اللي احنا ممكن نكون عايشين فيه. زي ايه؟ اول حاجة الرياضة. الرياضة حقيقي الى جانب ان هي طبعا مهمة للجسم ولنمو الجسم ولشكل الجسم وللعضلات وللعظم وللبنية الجسمانية كلها، كمان الرياضة مهمة جدا جدا جدا، لان هي بتقلل من مستوى هرمونات التوتر في الجسم، بتقلل من مستوى هرمونات التوتر في الجسم. في حاجة تانية ممكن ناخد اوميجا 3، ومش شرط ان احنا ناخد اوميجا 3 عن طريق الادوية، ممكن ناخدها في الاكل الغني بالاوميجا 3. تالت طريقة الشاي الاخضر. الشاي الاخضر حقيقي مليان بمضادات الأكسدة، والمضادات الأكسدة دي بتقلل من حدة التوتر على الجسم، وبتخلي الجسم كده مرتاح ومسترخي والدنيا فيه بتبقى هادية. فالشاي الأخضر مفيد جدا جدا. حاجة بقى مهمة قوي وناس بتعملها للأسف، هو شرب الكافيين الكتير. ده مش هيقلل من حدة القلق، بالعكس ده هيزود من القلق ومن التوتر ومن الضغط العصبي. لأنه أي حاجة فيها كافيين بتبتدي تحفز الجهاز العصبي المركزي، فيبقى فيه قلق، يبقى فيه توتر، يبقى فيه كده الجسم تلاقيه مشدود ويقظ كده، وفي شدة كده بتحصل للجسم كله. فخلينا نقول ان احنا نحاول نقلل الكافيين علشان ما نتوترش، ونحط بداله الحاجات اللي ممكن تهدي معانا الدنيا زي الشاي الاخضر وغيره. حاجة تانية ممكن نعملها، وسيلة بسيطة قوي. لقيت نفسك متوتر، لقيت نفسك متوترة، ممكن نحط مثلا برفيوم، نشم ورد، يعني نغير كده الدنيا، بتبقى يعني زي ما يقولوا ايه، يعني نغير المود اللي هو فيه توتر وفيه قلق، لا نخليه كده مود هادي، نشم ريحة حلوة، نسمع موسيقى هادية، نحاول ان احنا عضلاتنا تبقى في استرخاء علشان نقلل من حدة التوتر. في وسيلة تانية بسيطة جدا جدا، هي ممكن ان احنا نمضغ لبان. برضو دي وسيلة سهلة جدا جدا ومش هتكلفنا اي حاجة تقريبا يعني. طيب ايه الوسيلة الاخيرة او اللي قبل الاخيرة علشان تقلل من حدة التوتر؟
هي اني اقعد مع ناس انا واثقة فيهم، او اقعد مع العيلة ابتدي افضفض، اطلع المشاعر اللي عندي، التوتر اللي عندي يطلع في صيغة كلام. يعني الانفعالات والمشاعر بدل ما تفضل مكبوتة جوايا، لا، ممكن احاول اطلعها، احاول اعبر عنها. الموضوع ده بيفرق كتير جدا 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 في نفسية الشخص، لانه بيطلع شحن مشاعر التوتر ومن الضغط، بيطلعه في الكلام، فالدنيا عنده بترتاح وبيبقى افضل وبتخفف من حدة التوتر. اخر حاجة ممكن تخفف من حدة التوتر هو الضحك. حقيقي مهم جدا 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 ان احنا نضحك. ليه بقى؟ علشان الضحك بيخلي الاكسجين يبقى متدفق في جسمنا، او بيبقى بيوصل لكل الاعضاء بتاعة الجسم وبيوصل للدماغ وبيفرفشنا كده. الضحك بيفرفشنا. افتكر او افتكري اي حاجة حلوة بتضحكوا، اضحكوا عليها. شغلوا فيلم كوميدي واقعدوا اضحكوا عليه. يعني اتلكك واضحك، اهم حاجة بس ما تضحكش على حد، لان كده هيبقى سكة تانية خالص بقى، تنمر وكلام زي كده. مش السكة دي اللي احنا بتكلم فيها خالص. انا بتكلم على الضحك اللي هو يعني يغير المود بتاعنا، نتفرج على فيلم، نسمع موسيقى حلوة، نفتكر موقف حلو عدى علينا احنا واصحابنا. يعني حاجات زي كده هتأثر معانا تأثير ايجابي جدا، وهتقلل كتير من حدة التوتر اللي احنا فيه. لو في اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناهم دول معرفتوش تعملوها، او ولا حاجة جابت نتيجة معاكم، ممكن بقى تتواصلوا معايا على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، اسمها سمارت واي لتنمية مهارات الطفل، او صفحة قناتي على التليجرام اسمها سمارت واي ويز دكتور ناني عوض الله. المهم انكم تتواصلوا، تخرجوا مشاعركم، تقللوا من حدة التوتر اللي انتوا موجودين فيه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان الكل يستفيد، ونحاول نساعد بعض على اكبر قدر مستطاع. وما تنسوش ان دايما فيها امل، فيها نجاح.